مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج الجريء في كل مكان على مستوى جمهورية مصر العربية، وتحديدا من على أرض البواسل وهي السويس بلد الأبطال، في عيد النصر والعزة والكرامة 24 أكتوبر. يسعدنا على الهواء مباشر أن ينضم إلينا السيد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس. مرحب بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، النهارده كان حضور السيد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، وحضور حضرتك والقيادات التنفيذيه بالمحافظه وماراثون على كورنيش السويس الجديد. كلمني النهارده فعاليات وحضور الماراثون. الحقيقه انا بشكر سياده اللواء اركان حرب اللواء طارق الشاذلي على تولي هذه المبادره الجميله جدا اللي بتتواكب مع اعياد السويس القوميه. يمكن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادره بدايه، ومن هنا ايضا احنا مش بنطلق بدايه لفكر الانسان المصري فقط بل بدنه. والنهارده الحقيقه انا فوجئت بالماراثون ان جميع فئات الشباب وجميع الناس عندها التفاؤل وعندها حب ان هي تعمل هذا الماراثون. الحقيقه المبادره دي جت في وقتها جدا. السويس مدينه باسله دفعت عن ارض مصر كلها مش عن السويس فقط. دايما انا بفتخر ان انا في محافظه السويس. الحقيقه جامعه السويس ايضا لها دور بارز في المشاركه المجتمعيه على المستويات المختلفه، سواء كان في المجال الطبي او الهندسي او الفكري والانساني. يمكن المبادره بدايه اللي اطلقها فخامه الرئيس احنا كلنا متمسكين بيها وبننفذها بالحرف. ويمكن الشباب كلها في الجامعه عندي عارفين هذا الكلام، وهي جابت نتائج ايجابيه جدا. يمكن عملنا في الجامعه مبادرات تبرع بالدم، عملنا زياره لابنائنا الطلاب اللي كانوا عملوا حادث في جامعه الجلاله، عملنا الحقيقه قوافل طبيه وقوافل توعويه، ودايما بنندمج وسط المجتمع، لان زي ما حضرتك عارف ان الجامعه مش دورها انها تبقى بين 4 جدران بتوع سور الجامعه، لا، الجامعه لازم تندمج داخل المجتمع ويتم استثمار عقول الشباب وعقول اعضاء التدريس لخدمه مجتمع السويس وخدمه مصر. دكتور، كلمه حضرتك لشعب السويس في عيد العزه والكرامه وهو عيد النصر 24 اكتوبر، وكلمه حضرتك لابنائنا وطلابنا اللي واقفين في الماراثون. انا دايما يمكن الاسبوع اللي فات اللي هو اللي فيه انتصارات اكتوبر، انا كان معظم الوقت بتاعي مقضيه على الريبورتات اللي بتتكلم عن محافظه السويس وعن المقاومه الشعبيه. حتى في ناس ما زالوا الان على قيد الحياه بيحكوا لنا الحقيقه ملاحم كبيره جدا وافكار كانت تولدت اثناء المقاومه الشعبيه. أنا الحقيقة ببقى مستمتع لما أسمع هذه الملاحم وأسمع هذه القصص والبطولات، سواء من أبائنا الأكبر مننا أو حتى الناس الروائيين اللي بيروا ماذا حدث. الحقيقة حاجة تشرف. الحقيقة أنا بفتخر بشعب السويس اللي هو كان وما زال وسيكون خط دفاع مصر في أي وقت. بقول كلمة لأبناء الشباب اللي هم أبناء السويس، بقول لهم كونوا فخورين بمحافظتكم في أعياد السويس وكونوا فخورين بجامعتكم. يمكن يا فندم قبل 2012 ما كانش عندنا جامعة في السويس، ويمكن لما انفصلت الجامعة في 2012 ما كانش فيه غير 5 كليات. النهارده في ال10 سنوات اللي كان فيهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقينا عندنا 16 كلية وكليات متفردة، زي كلية هندسة البترول وكلية الثروة السمكية وكلية التكنولوجيا وكلية الإعلام والتكنولوجيا والاتصال، كلية السياسة والاقتصاد، وبالإضافة للكليات الطبية جميعها والكليات الهندسية. فأنا بقول لكم السويس اتغيرت، ويمكن أنا برجع الفضل أيضا إلى سيادة الفريق أول عبد المجيد صقر، اللي انا بعتبره انه اسس وعمل نهضه كبيره جدا في محافظه السويس، احنا معاه وبنتمنى له كل الدعم والتوفيق. وبشكر ابناء الطلاب اللي حضروا النهارده، واتمنى مزيدا من المبادرات وبتمنى مزيدا من الفعاليات اللي بتكون نسيج قوي بين شعب السويس. دكتور اشرف حنيجل رئيس جامعه السويس، اتوجه اليك بالشكر. العافيه يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين.